عمرك تخيلت إنك تكون على بعد خطوات من حبل المشنقة ويكون كل همك إنهم جابولك تشيز كيك بدل الشوكولاتة؟ دي مش نكتة، دي اللحظة اللي بتبدأ منها حكايتنا النهاردة. في سجن ولاية نيو جيرسي بطلنا باكت نايم في زنزانته وفاضل على إعدامه 4 ساعات بالظبط. بيدخل عليه الأب جيمس قسيس السجن وبيسأله بهدوء عن حاله. باكت بيرد بكل برود وإنه متضايق عشان جابوله تشيز كيك بدل حلوى الشوكولاتة اللي طلبها، بس غير كده هو تمام. لكن الأب جيمس بيفكره إن دي فرصته الأخيرة للكلام وبيسأله لو حابب يشارك أو يعترف بأي حاجة. بعد سكوت لحظات باكت بيعترف إن الناس يمكن سمعت حكايات كتير عنه، لكن الحقيقة أعظم وأكتر مأساوية من أي حاجة يتخيلوها. وهنا بيبدأ يحكي قصته. نرجع بالزمن لسنين طويلة لورا. أم باكت واسمها ماري ريدفيلو وريثة لثروة عيلة ريدفيلو اللي بتتقدر ب$19 مليار. في واحدة من حفلاتها بتلمح جاري عازف تشالو ومن نظرة واحدة بيقعوا في الحب، وبعدها بفترة قصيرة ماري بتبقى حامل في باكت. لكن الجد وايتلو الدم غلي في عروقه لما عرف ان بنته اللي عندها 18 سنة حامل، وبيديها انذار اخير: يا تنهي الحمل ده يا تنطرد من العيلة وتتحرم من الفلوس للأبد. ماري بترفض وتسيب مدينة هانتنغتون في نيويورك وبتنقل تعيش في نيو جيرسي. لكن المصايب لا تأتي فرادى. المأساة بتضرب من جديد لما جاري بيموت بجلطة في الرئة وقت ولادة باكت. علشان توفر لابنها حياة كريمة ماري بتشتغل في إدارة المرور، وفي يوم بتقول لباكت الصغير إن رغم طردهم من العيلة لسه ليهم حق في الميراث، والسبب إن جده مضى عقد علشان يقلل الضرايب على ممتلكاته زي المراكب والطيارات. وهنا اللحظة دي كانت كفيلة تقلب الموازين. العقد ده معناه إن الثروة بتروح لأكبر أفراد العيلة سنا الأول، وبما إن في 7 أشخاص قدامه في الطابور باكت ملوش حل غير إنه يستنى. ورغم الفقر والمعاناة ماري بتربي باكت على أصول وثقافة ورقي ولاد الأكابر. لما بيكبر باكت بيقع في حب زميلته جوليا، بنت من الطبقة الغنية الأرستقراطية، وكان شايفها النص التاني المظبوط. في يوم في حفلة عيد ميلادها جوليا بتقرب منه مستغربة وجوده، ولما باكت بيقول لها إن أمها هي اللي عزمته بتسأله ساكن فين. أول ما بينطق اسم منطقة بلفيل تاونشيب بتبصله باستخفاف وتتريق على إنه حي فقير، لكن باكت بيرد بثقة إن وضعه ده مؤقت وبيجيب سيرة ميراثه اللي جاي في السكة. مع الوقت جوليا كمان بتبدأ تميل ليه وتحبه. بعدها بفترة قصيرة ماري بتمر مرض شديد، وعلى فراش الموت بتقول لباكت إنه يستاهل أكتر من كده وإن في حاجة اتسرقت منه، وبتخليه يوعدها إنه عمره ما يستسلم لحد ما يعيش الحياة اللي تليق بيه. أمنية ماري الأخيرة كانت إنها تندفن في مقابر عيلة ريدفيلو في هانتنغتون، لكن أبوها طنش طلبها تماما واندفنت في منطقة إيست أورنج. باكت اللي قلبه تعصر من الحزن على أمه بيروح يواجه عيلته ويطالب بمكانه الطبيعي، لكن الرد كان صدمة. مجرد جواب مطبوع بارد سلمهوله خادم مكتوب فيه إنهم مش هيقدروا يساعدوه. بعدها باكت بيتبهدل في نظام الرعاية البديلة وعلاقته بجوليا بتبقى فص ملح وداب. بتمر السنين، باكت دلوقتي شغال بياع بدل في محل ملابس رجالي. كل يوم بيتابع أخبار عيلة ريدفيلو وإحباطه بيزيد يوم عن يوم لأنهم كلهم لسه عايشين. وفي يوم وهو شغال بيلمح جوليا. بالفطرة بيبعد وشه، لكن هي بتنادي عليه ومصدومة إنها شايفاه. باكت بيبتسم، بتسأله لسه ساكن في نفس المنطقة إياها؟ بيهز راسه وبيسألها هي لسه في منطقة مونت كلير الراقية؟ بترد أيوة، وبتقوله إنها عاشت في لندن ودبي قبل ما ترجع. باكت بيجمع شجاعته وبيسألها لو حابة يخرجوا يشربوا حاجة سوا. بتبتسم وتقوله إنها مخطوبة للايل، واحد من زمايلهم القدام في المدرسة. وقبل ما تمشي جوليا بتجيب سيرة باكت للايل، ولايل بيتريق عليه وبيقول مش غريبة انه شغال في مكان زي ده. بعدها كلام امه بيفضل يرن في دماغه: عايزاك توعدني بحاجة، اياك تستسلم لحد ما تعيش الحياة الصح. هو عارف ان في 7 من عيلة ريدفيلو قدامه في الطابور للميراث ومحدش منهم مد ايده يساعد هو او امه. وببطء فكرة ضلمة بتبدأ تتخمر في دماغه: ماذا لو شلهم من طريقه بنفسه؟ أول واحد على القايمة هو تايلر، سمسار في شركة الاستثمار بتاعة والده. على مدار الكام يوم اللي بعدهم باكت بيسأل نفسه لو يقدر فعلا يقتل ولا الإحساس بالذنب هيكسره ويخليه يعترف. بعدها مدير باكت بيبلغه إنه هيتنقل لمخزن في مدينة جيرسي. باكت بيعترض وبيقول إنه بيتعب في شغله ويستاهل أحسن من كده. المدير بيتنهد وبيشرح له إن ابن صاحب الشغل ساب الكلية وهياخد مكان باكت. من كتر الخنقة باكت بيستقيل وبيبدأ يراقب تايلر وبيدرس كل حركة بيعملها. في واحدة من حفلات تايلر في بيته باكت بيقف بعيد
بيراقب بتركيز وبيدور على فرصة يلاقيه فيها لوحده، وفجأة الفرصة بتيجي. تايلر بيركب جيتسكي وبيروح ناحية بارك، وباكيت بيمشي وراه. على البارك تايلر بياخد باله منه وبيقول له ببساطة إن البارك البنزين بتاعها بيخلص، وبيطلب من باكيت يرمي الهبل ويكلم خفر السواحل. باكيت بيمسك الحبل وبيربطه في كاعل تايلر، والطرف التاني بيربطه في هبل البارك. للحظة بيتردد، لكن فجأة تايلر بيكح وبيرعبه. النتيجة تايلر بيغرق في المية. وهنا يا صديقي لازم نقف وقفة صغيرة. القصة لسه بتسخن واللي جاي دمار شامل، فلو اندمجت معانا اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان ما تفوتكش الحكايات اللي جاية. يلا بينا نكمل. باكيت بيحضر جنازة تايلر، وهناك بيقابل عمه وارن. باكيت بيقدم التعازي. وارن بيهز راسه وبيسأله عن اسمه. باكيت بيقدم نفسه إنه ابن ماري، ابن أخوه. وارن بياخده على بار وبيتكلم بفخر عن ماري، وبيقول إنها حتى وهي عندها 18 سنة كانت شجاعة كفاية لدرجة إنها تقف في وش وايتلو. وبعدين بيعترف إنه ندمان إنه ما قطعش معاهم وما سألش على ماري أو باكيت. باكيت بيعترف وإنه يتمنى لو أخد فرصة يعرف تايلر أكتر. وارن بيتنهد وبيعترف إنه حاسس بالذنب في موت تايلر، لأنه ما كانش موجود لما تايلر بدأ يفقد السيطرة ويضيع في سكة الحفلات والمخدرات. وارن بيسأل باكيت بيشتغل إيه. باكيت بيقول إنه حالياً عاطل، فوارن بيعرض عليه وظيفة تايلر، لكن باكيت بيوضح إنه مش مؤهل. وارن بيهز كتفه وبيسمي الموضوع كوسة، وإنه كان لازم يساعده من زمان فبيعمل كده دلوقتي. الموضوع ده ما كانش على بال باكيت خالص ولا في خطته، لكنه بيقبل الوظيفة. في أول يوم ليه كسمسار مالي، باكيت بيكون حاسس إنه تايه، لكن مع مرور الأسابيع بيتعلم لغة التداول، ودي المعرفة اللي بيتمنى يستخدمها لما يورث الثروة في النهاية. وفي يوم بيجيله تليفون. هل ده باكيت ريد فالو الموظف الجديد في الشركة؟ باكيت بيبتسم وبيسألها أخبار الجواز إيه. بتقوله إنها لسه راجعة من شهر العسل، وبعدين بتفكره لما طلب منها يخرجوا يشربوا حاجة من سنة وهي رفضت، وبتقوله إن ده كان مجرد سوء توقيت، وبتطلب منه ما يتكسفش وتشجعه يحاول يعزمها تاني، وفعلا بيعمل كده. جوليا بتسكت لحظة وبعدين بتفكره إنها متجوزة وبتقفل السكة في وشه. نسيب جوليا اللي بتستعبط ونروح لباكيت اللي بينقل تركيزه على هدفه التاني. نوح فنان ومصور فوتوغرافي. المرة دي باكيت حاسس براحة أكتر لفكرة القتل بعد ما نفد بجلده من قتل تايلر، وكمان اتكافئ عليه. تردده بدأ يتبخر. بعد ما راقب نوح لفترة بيحضر واحد من معارضه الفنية. باكيت بيمثل إنه مبهور بواحدة من صوره وبيقول إنها تحفة. نوح بياخد باله منه وبيقرب. باكيت بيقدم نفسه كمعجب كبير، وبعدين بيكشف له إنهم ولاد عم. نوح بياخده على بيته وبيوريه أوضة تحميض الصور، وبيقول له إن دي الأوضة اللي بيحصل فيها كل السحر. بيعرض على باكيت سيجارة، لكن باكيت بيرفض. نوح بيقول له إن حبيبته روث ما بتطقش ريحة الدخان، وفي اللحظة دي بالظبط روث بتنادي عليه. بيطلب منها يخلي الموضوع سر، لكنها بتكتشف فورا لما بتبوسه. بتزعق له. بيهز كتفه وبيقدم باكيت وبيشرح إنهم اتقابلوا في المعرض وإنه كمان ابن عمه. روث بتعزم باكيت يتعشى معاهم اليوم التالي يوم الخميس، وبيوافق. مع مرور الأيام باكيت بيفكر إزاي هيقتل نوح، والفكرة بتنور في دماغه لما وارن بيقول إنها مسألة وقت قبل ما المستثمرين يكتشفوا الخسائر زي قنبلة موقوتة. بيجي يوم الخميس على العشاء. نوح بيقول ببرود إن مدينة سان فرانسيسكو أسوأ مدينة. روث بتختلف معاه وبتقول إنها ممتازة لتربية الأطفال. بيسألها أنت عايزة أطفال؟ بتقول له يمكن في يوم من الأيام، لكن نوح بيرد بسرعة وإنه بيكره الأطفال. في الوسط الحوار ده باكيت بيستأذن وبيروح أوضة تحميض الصور. بيضيف كبريت وكلوريد البوتاسيوم لمحلول التحميض وبيحوله لحاجة أشبه بالديناميت. شرارة واحدة والأوضة كلها هتنفجر. وعشان يبعد الشبهات كان سايب الإزازة تحت الحوض من بدري، عشان لما البوليس يحقق هيفتكروا إن نوح ببساطة عمل غلطة ساذجة وهو بينظف. المكون الأخير هو الشرارة، ومحدش هيسأل الشرارة دي جت منين. نوح بيعرض يروح يطمن على باكيت، ولما بيلاقيه باكيت بيقول له إنه بيعشق شغله لدرجة إنه كان بيفكر يسرق اللوحة. نوح بيعجبه الكلام، بيمضي على اللوحة وبيديها له. باكيت بيتعمد ينسى الجاكيت بتاعه وبيودع روث. بعدها بلحظات هي بتطلع وراه بره البيت، وبدون أي تردد باكيت بيبوسها. وبعد 8 دقايق بالظبط نوح بيكون في أعداد الأموات. باكيت بيحضر جنازة نوح، ورغم إنه كان عايز يكمل
يكمل علاقته مع روث من مكان ما وقفوا، لكنه بيدرك إن الوقت لسه بدري. وهو خارج 2 عملاء من المباحث الفيدرالية بيوقفوه، العميلة بينفيلد وزميلها ماثيوز. العميلة بينفيلد بتسأل بيكت لو هو وريث لعيلة ريدفيلو. بيتردد، في الأول بيقول لأ، وبعدين بيصلح كلامه وبيقول إنه ما يعرفش، وبيشرح إن أمه كانت من العيلة لكنهم قطعوهم. ماثيوز بيفكروا إنه حاضر الجنازة. بيكت بيرد إنه كان صادق نوح، وبيسألهم ليه بيحققوا معاه. العميلة بينفيلد بتشرح له إنه لما 2 من نفس العيلة يموتوا ورا بعض، المباحث لازم تمشي ورا بروتوكولات. تاني يوم وارن بيمدح شغل بيكت الممتاز في الشركة خلال الشهور اللي فاتت. بعدها وبيكت مستني عميل يتفاجئ بجوليا داخلة عليه، بتسأله لو خد شغله بمجهوده ولا بالكوسة. بيكت بيقول له إنه مستني عميل، فجوليا بتكشف له إنها هي العميل، بتطلب منه قرض وبتشرح له إن جوزها ورث شركة أبوه لكنه كان فاشل في الإدارة وضيع الفلوس كلها. بيكت بيقول له إن ده مش بنك، وبيعرض عليها يمشيها في الإجراءات الرسمية عشان تاخد الفلوس، لكن جوليا بتصر إنها عايزة حاجة من تحت الترابيزة. بيكت بيفضل ساكت، بتمسك سلسلة مفاتيح من على الترابيزة، بس بيكت بيقول لها دي مفاتيحي. بتقول له إنهم لازم يتكلموا تاني، وبعدين بتسأله لو سمع عن موت نوح وتايلر. بيهز كتفه. بتقول له إنها بتسأل نفسها يا ترى مين اللي عليه الدور، وبتقول له إنها مستنية مكالمته قريب. بعد الموقف ده بيكت بيقرر يبني لنفسه حجة غياب قوية لأن جوليا بدأت تشك فيه. بيسأل واحد زميله في الشغل عن مقاس بدلته، وتاني يوم الظهر بيروح لعربية الأكل اللي زميله متعود يشتري منها، وبيعمل حسابه يفضل باين قدام كاميرات المراقبة. الهدف الثالث في طابور الميراث هو ستيفن ريدفيلو، قسيس لكنيسة عملاقة. بيكت عارف إن موتين ورا بعض ممكن يتشافوا صدفة، لكن الثالث هيبقى نمط واضح. لكنه كمان عارف إن ستيفن اتحقق معاه مرتين في غسيل أموال ومرفوع عليه قضية من مديره القديم، يعني لو مات محدش هيشك في بيكت. تاني يوم بيكت بينتحل شخصية صحفي اسمه بين جونسون من مجلة مسيحية. ستيفن بيهز راسه وبيقول له إنه عارفه، وبيعتذر له إنه ما قابلوش من شهر لأنه كان في كوريا بيفتتح كنيسة جديدة. بيكت بيهز راسه وبيبدأ المقابلة، وبيسأله ستيفن يشرح له مين الناس اللي في الصور، وستيفن بيتكلم. بيكت بيحط سم الكالي التروبان في مشروبه في الخفائي. ستيفن بيكمل كلامه وبيقول إنه بسبب ثروته واسم عيلته الناس دايما بتحاول توقعه، وبعدين بيوريه سيف ساموراي هدية من العمدة وبيطلب منه يلمس نصله الحامي. بيكت بيمثل الانبهار، لكن فجأة ستيفن بيكشف له إنه عارف إن بين جونسون الحقيقي طلع على المعاش من 8 شهور. الدم هرب من وشه، وبيكت بيعترف بالحقيقة وإنه ابن عمه. ستيفن بيتفاجئ وبيسأله مش أنت الراجل المشهور بكتابة مقالات بتدمر سمعة الناس؟ بيكت بيهز راسه بالنفي. ستيفن بيعتذر وبيقول له إنه بقى مسوس بسبب منصبه، وبيقول له إنه كان لازم يعرفوا لأنهم شبه بعض. وبعدها بثواني ستيفن بتجيله أزمة قلبية وبيموت، والكنيسة بترفض أي تحقيقات إضافية لأن ستيفن كان شخصية مثيرة للجدل. بعدها بأسبوع بيكت بيقابل روث، بتكشف له إنها كانت ناوية تسيب نوح لكنه مات قبل ما تلحقه، وبتعترف إنها حاسة بالذنب لأنها مش زعلانة عليه، وبتسأله لو ده يخليها إنسانة وحشة. بيكت بيهز راسه وبيقول لها ده بيخليكي بس إنسانة صريحة، وبعدين بيعزمها على العشاء تاني يوم. بتوافق، لكن بتقوله إنها تفضل حاجة هادية، يمكن أكل بيتي. تاني يوم بيكت بيشتري طلبات الأكل وبيرجع شقته عشان يتفاجئ بجوليا مستنياه جوه. بتكشف له إنها سرقت مفتاح شقته من أسابيع من مكتبه، وبتسأله ليه ما بيردش على مكالماته. بيكت بيقول لها إنه مشغول. بتضغط عليه، بتسأله مشغول في إيه؟ بتقوله إحنا نعرف بعض من زمان، لكنه بيفضل ساكت. فجوليا بتبدأ تفضفض، بتقوله إن جوزها بيكذب عليها بقاله سنين وإنهم دلوقتي مفلسين، وبتفكروا بالكيمياء اللي كانت بينهم زمان. في اللحظة دي بالظبط جرس الباب بيرن، الخطر بيقرب خطوة بخطوة. بيكت بيزق جوليا بسرعة بره من الباب التاني، وبيكذب على روث وبيقول لها إن الأكل اللي عمله باظ، فبينزلوا ياكلوا بره في مطعم. روث بتتكلم عن طلابها وإزاي كلهم عايزين يبقوا مليونيرات لكن محدش فيهم عايز يتعب. بيكت بيقول لها حلو إن الواحد يحلم أحلام كبيرة، وبتسأله لو معاك $1,000,000 هتعمل بيهم إيه؟ بيكت بيبتسم وبيقول لها معرفش. وبعدين روث بتبدأ تراجع حياتها، بتقول إنها طول عمرها كان حلمها تبقى مصممة أزياء، لكن من جواها كانت عارفة إن ده مش هيبسطها بجد، وكان نفسها كمان تبقى مدرسة لكن الخوف كان مكتفها. ودلوقتي لما بقت مدرسة اكتشفت إن ده جاب لها رضا نفسي أكتر من أي حاجة تانية، وبتضيف إن الأحلام البسيطة بتخوف برضه، ودي حاجة محدش بيعلمها للناس. بيكت بيفكر جديا يوقف خطته ويكتفي بشغلته الجديدة وعلاقته اللي بتكبر مع روث، لكن في النهاية بيقرر يكمل لأنه خلاص بقى محترف في اللي بيعمله. هدفه الجاي هو عمته كاساندرا المشهورة بتبني الأطفال من كل أنحاء العالم. بعد حالات الموت الأخيرة في العيلة،
وزودت الحراسة عليها، لكن بيكيت بيكتشف إن السبا اللي بتروحها كل يوم 3 ما فيهوش كاميرات. بينتحل صفة موظف هناك وبيعرض عليها خدمة تبييض السنان كجزء من الباكج. المكون السري كان بيروكسيد الكرباميد. النتيجة الموت، والشرطة بتقفل القضية على إنه مجرد تخمين إنها يمكن اشترت منتج مضروب من بره وهي بتتبنى طفل. اللي عليه الدور هو عمه ماك آرثر اللي بيمتلك حصة كبيرة في المتحف الوطني للطيران والفضاء. للترفيه بيخطط لرحلات خيالية لدرجة إنه صرف 90 مليون دولار على رحلة للقمر. صحفي بيواجهه وإزاي بيصرف المبالغ دي كلها في حين إن موظفينه ما عندهمش حتى تأمين صحي. ماك آرثر بيرد ببرود وإنه لو يقدر يعمل الرحلة دي بأرخص من كده كان عملها. في واحدة من رحلاته بيكيت بيديله مشروب مسموم وبيخلص عليه. بعدها بأسبوع هو وروث بينزلوا يدوروا على شقة سوا وبيلاقوا مكان هما الاتنين بيعشقوه. بيكيت بيعترف لها بحبه وروث بتبادله نفس الإحساس. بيقول لها إنه يقدر يدفع تمن الشقة بقرض من الشركة. بتقوله إنها حبته حتى لما كان ساكن في منطقة نيويورك وبيركب الأتوبيس. اللي عليه الدور في الميراث هو وارن ريدفيلو، لكن دلوقتي بيكيت بقى بيحترمه بجد ومش قادر حتى يتخيل إنه يقتله. لأول مرة بيحس بالرضا عن حياته. علاقته بروث قوية وهي حتى قررت تعمل حفلة انتصابهم في شقتهم الجديدة. وفي يوم روث بتقوله إنها بتفكر كتير في عيلته الأيام دي. بيكيت بيرد وإنه ما بقاش جزء من العيلة دي خلاص. في الشغل المباحث الفيدرالية بتوقفه تاني. بيقولوا له أنت قلت إنك مش وريث للعيلة صح؟ على حد علمي. بيكيت بيرد المباحث بتقوله إحنا عملنا شوية بحث ومبروك. بيكيت بيستعبط وبيمثل الصدمة. ماثيوز بيسأله كان فين عصر يوم 10 أبريل. بيكيت بيراجع جدوله وبيقول إنه فاكر إنه كان بيشتري هوت دوج من عربية الأكل. في الحقيقة اللي كان هناك هو إيثان زميله، لكن حجة الغياب بتظبط وبيسيبوه يمشي. بعدها في اجتماع السماسرة بيضغطوا على وارن يبيع أسهمهم ويقلل الخسائر قبل ما البورصة تنهار. وارن بيرفض وبيقول إنه قضى سنين يبني ثقة المساهمين ومش هيتخلى عنهم دلوقتي. في نفس اليوم بالليل وهم مروحين وارن فجأة بيغمى عليه. بيكيت بيطيروا بيه على المستشفى وهو تعبان. وارن بيكلم بيكيت بيقول له إنه حاسس إن بيكيت من النوع اللي بيجري ورا الفلوس من غير فرامل، وإن رغم إنه شاطر في ده لكن ليه تمن. بيطلب منه يبصله. عنده 61 سنة ومفيش حد بيحبه، والشخص الوحيد اللي بيزوره دلوقتي هو بيكيت. بينصحه يدور على الشخص ده في حياته ويحبه لأنه في نهاية اليوم ده الشغل الوحيد اللي بيكسب بجد. بيكيت بيدرك إن آخر واحد فاضل من عيلة رايتفيلو قدامه هو جده وايت لاو. تاني يوم بيكيت بيستلم جواب من وايت لاو بيعزموا فيه على العشاء الليلة. بيقول لروث لكنها بتفكره إن النهاردة يوم حفلة انتصابهم. بيوعدها إنه هيرجع على الساعة 7. لما بيوصل مكتبه بيلاقي جوليا مستنياه. بتحط قدامه ظرف بني جواه صور أدلة بتثبت وجود بيكيت في مسارح جرايم كتير. بتقوله إنها لما سمعت عن غرق تايلر عرفت إن في حاجة مش مظبوطة، لأن تايلر كان متقبل في جامعة برينستون بمنحة سباحة، فإزاي يغرق؟ عشان كده أجرت حد يراقب بيكيت. بيكيت بيسأله عايزة إيه؟ جوليا بتأمره يخلص على آخر واحد في عيلة رايتفيلو وبعدين بتطلب منه 300,000 دولار وتأمره يسلمهم لجوزها لايل في مكتبه قبل الساعة 5. لو رفض بتهدده إنها هتبعت الصور لروث، وبتضيف إن لولا وجود روث كانت طلبت حاجة تانية خالص. بعد ما بتمشي بيأمر واحد من السماسرة يكلم حد في فيينا ويبيع أسهمه فورا. بيدور على مكتب لايل لحد ما بيلاقيه. بيخطف التليفون وبيقول لجوليا بعصبية إنه هناك ومعاها الشيك، وبيشتمها ويقول لها يا معتلة نفسيا يا استغلالية. وهو بيمضي الشيك بيقول إن لايل هيعمل فلوس كتير، لكن لايل بيوقفه وبيقول له إنه مش هياخد مليم أحمر لأن جوليا ما بقتش مهتمة بيه وناوية تسيبه. وبيضيف باستفزاز إن بيكيت الابن الغير شرعي وصل لمكانة بعيدة هوي. بعدها بيكيت بيسوق طوالي على قصر عيلة نيدفيلو. على الباب الرئيسي حارس بيدخله وبيقفل الباب وراه بسرعة. جوه بيكيت بيمشي في القصر لحد ما بيشوف وايت لو بيقرب منه بخطوات ثابتة. وايت لو بيقول له إنه لغى العشاء بسبب العاصفة بس ما قدرتش أرفض طلبك. وبعدين بيعلق على صعود بيكيت السريع في عالم المال وبيسميه شغل قذر. بيكيت بيسأله يقصد إيه. وايت لو بيرد إن بيكيت أكيد كسر كام دماغ وداس على منافسين في طريقه. بيكيت بيرد ببرود 2 أو 3. الجد بيتنهد وبيقول إن الحياة دي مش لأي حد لأنها بتعجز الناس وبتخليهم تعبانين وندمانين، وإنه على مدار السنين اتعلم إن أكتر حاجة بتوجع الناس هو ضميرهم، الصوت اللي بيقول لهم الصح من الغلط. لكن لو الواحد عرف يلف وشه في الاتجاه الصح الصوت ده ممكن يتحول لمجرد همس. وبعدين بيقول بشجن إن ماري كانت بنته المفضلة. بيكيت
بيسأله ليه ما ساعدهاش أبدا. من غير ما يرد إجابة مباشرة، وايت لو بياخده على أوضة وبيوريه بندقية قديمة كانت بتاعة عم جد بيكت. بيديها لبيكت وبيقول له نشن، وبكل هدوء بيقترح عليه يضربه بالنار. بيكت بيرفض وبيقول له إنه لازم يمشي، لكن لما بيحاول يفتح الباب الرئيسي بيلاقيه مقفول. بيجرب الشبابيك، مقفولة هي كمان، وبعدين بيسمع خطوات. بيكت بيجري وبيحاول يسبقه، لكن وايت لو بيطارده خطوة بخطوة. بيزعق له وبيقول له ازاي جات له الجرأة يجي بيته عشان يقتله، وإنه كان لازم يستغل الفرصة ويقتله لما كان يقدر. بيكت بيقع في أوضة بيلاقي قوس وسهم، بينشن لكنه بيغلط الهدف. وايت لو بيضرب نار تاني، ولما رصاص وايت لو بيخلص بيكت بيضرب سهم تاني، والمرة دي بيصيبه في مقتل. بعدها بشوية البوليس بيوصل. بيكت بيقول للضابط إنه ما كانش ليه أي علاقة سابقة بجده، وإن وايت لو عزمه فجأة من غير مقدمات. وبعدين بيستأذن ويرجع شقته. روث بتقول له إنها حاسة إنه مخبي حاجة، ولو مش جاهز يقول الحقيقة هي هتمشي وتطول. بيكت بيبقى هيموت ويعترف لها بكل حاجة، لكنه بدل كده بيقول لها بس اللي هتشوفه في الأخبار. في النهاية البوليس بيقفل قضية موت وايت لو على إنها دفاع عن نفس، وبعدها بفترة قصيرة بيكت بيورث ثروة ريد فيلو وبيترحب له في مجتمع الأكابر في نيويورك. الحياة الصح اللي كان بيدور عليها أكيد هي دي صح، لكن يا فرحة ما تمت. أول ما بيبدأ يستمتع بمكانته الجديدة الماضي بيحصله. المباحث الفيدرالية بتجيله تاني، والمرة دي بيقبضوا عليه بتهمة قتل لايل. سخرية القدر بتضرب بيكت في مقتل. أخيرا اتمسك، لكن على جريمة ما عملهاش أصلا. الأدلة ضده ملهاش حل. كاميرات المراقبة جايبة بيكت وهو داخل مكتب لايل وخارج الساعة 5:03 قبل دقايق معدودة من وقت الجريمة المتوقع بين 5:06 و5:15. النيابة بتقدم أداة الجريمة فتاحة جوابات وعليها بصمات بيكت، وكمان تسجيل صوتي بيقول فيه أنا جبتلك الشيك يا معتلة النفسية يا الاستغلالية. بيتم استدعاء جوليا للشهادة بصفتها مرات الضحية وأول واحدة تكتشف الجثة. لما بيسألوها لو بتحب بيكت بتقول أيوة، ولما بيسألوها لو هو كمان بيحبها بتدعي بكل ثقة إنه بيحبها طول عمره. القاضي بينطق بالحكم، مذنب بجريمة قتل من الدرجة الأولى، وبيتحكم على بيكت بالإعدام. قبل يوم واحد من إعدامه جوليا بتيجي تزوره، بياخد منها السماعة وهو قرفان. بتفكروا بلعبة من أيام الطفولة كانوا بيلعبوها، هي تخبي سر وهو يحاول يخمنه. بيكت بيرد بجمود وإنه يفضل الموت على إنه يكون معاها. بدون أي ذرة إحساس جوليا بتقول للبيكت إن معاها رسالة انتحار لايل دليل براءته. بيكت بيسألها عايزة إيه؟ بترد إن ما بقاش حيلته يقدم حاجة. من كتر اليأس بيترداها ترجع له، ولما بتعمل كده بتطلب منه الميراث بالكامل مقابل الرسالة، وما عندوش أي خيار تاني. بيكت بيمضي وبيتنازل ليها بكل حاجة. بعدها بيطلب يتكلم مع قسيس، بيقول للأب جيمس إن السبب إنه باين هادي هو إنه واثق إن جوليا هتنفذ وعدها. ومع قراءة القسيس لآيات عن الموت بيكت قاعد ساكت وقلبه هيتخلع من مكانه كل ما وقت الإعدام بيقرب. وفي اللحظة الأخيرة بيتبلغ إن في تطور جديد في القضية وبيتم الإفراج عن بيكت. بره السجن بيلاقي روث مستنياه، ما بتنطقش ولا كلمة، ببساطة بتديله السلسلة بتاعتها وبتركب عربيتها وتمشي. ومن بعيد بيكت بيلمح جوليا في عربيتها الرولز رويس، بيقرب منها وبيركب العربية وبيقول ليها أنا قلتلك إن دي مأساة، هي مش عني أنا صح؟ أنا أعتقد إنها عنك أنتي بكل قيمك وتوقعاتك المتجذرة، لكن في حد قال لي زمان إن الحاجة الوحيدة اللي ممكن توجعنا في الحياة هو صوت ضميرنا، ولو عرفت تلف وشك في الاتجاه الصح في وش الريح هتقدر تخلي الصوت ده يوطى لحد ما يبقى مجرد همس. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا ترى لو كنت مكان البطل كنت هتعمل ايه؟ وهل الثروة تستاهل تبيع عشانها روحك؟ ما تنساش تخبط اللايك المتين والاشتراك في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.